11 قتيلا وأكثر من 160 جريحا هي حصيلة أولية لغارات التحالف التي استهدفت مستودعات للأسلحة شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. وفي سوريا القوات النظامية تواصل تعزيزاتها بهدف استعادة جسر الشغور، والائتلاف السوري المعارض يرفض المشاركة في مشاورات جنيف. والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يدعو من هافانا إلى إلغاء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ عام 1962. أهلا بكم. عشية بدء الهدنة الإنسانية المفترضة في اليمن ارتفعت وتيرة القصف والمعارك بين التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمقاتلين الحوثيين. أعنف الاشتباكات تلك التي شهدتها المناطق الحدودية بين البلدين، هذا بالإضافة إلى العاصمة صنعاء، حيث استهدفت الغارات الجوية للتحالف بشكل مكثف عددا من مستودعات الأسلحة شرقي العاصمة، ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. يأتي هذا بعد ساعات قليلة من تأكيد الحوثيين أنهم أسقطوا مقاتلة مغربية من طراز F-16 في محافظة صعدة. ابتهاج وتهليل بالقرب من حطام هذه الطائرة التي يزعم الحوثيون بأنها تعود لسلاح الجو المغربي الذي يشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. هذه الصور التي بثتها قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين تظهر العلم المغربي على أحد قطع الحطام، ما يؤكد سقوط الطائرة على يد رجال قبائل موالين للحوثيين بحسب متحدث باسم جماعة أنصار الله. الطائرات التي تعتدي على اليمن يحق لليمنيين أن يسقطوها، هذا شيء طبيعي جدا، وهذا طريقة إسقاطها أنها سقطت في نشور في منطقة نشور في مديرية الصفراء بصعدة نتيجة لتعرضها لوابل من النيران من المضادات الأرضية التي يمتلكها أبناء تلك المنطقة. رسائل الحرب بين الحوثيين وقوات التحالف انتقلت من صعدة إلى عدن التي تشهد اشتباكات عنيفة بين اللجان الشعبية الجنوبية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي خرج عن صمته بعد قصف منزله. أنا لن أكون قد تحالفت مع أنصار الله، ولكن سأعلن اليوم ومن هذا المكان أن الشعب اليمني كله سيتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن. هو إذن غليان في اليمن قد يهدأ مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، إلا أنه قد يفور من جديد بعد انتهائها أو في حال لم يلتزم أحد طرفي النزاع بشروط وقف إطلاق النار. تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان أمس الاثنين بشأن الاستعدادات لقمة مع زعماء دول الخليج في كامب ديفيد هذا الأسبوع. وبحسب بعض المسؤولين الأمريكيين فإن الاجتماع سيتضمن إعلانا بشأن تكامل منظومة دفاعية ضد الصواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى إجراء المزيد من المناورات العسكرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالملاحة وبمكافحة الإرهاب والدفاع الجوي. تواصل القوات النظامية السورية بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية لجسر الشغور، حيث تحاصر جبهة النصرة وكتائب إسلامية متحالفة معها العشرات من الجنود السوريين داخل المشفى الوطني الذي يقع على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في المشفى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 قتيلا في صفوف الجانبين. معركة استعادة جسر الشغور من أيدي مقاتلي الفصائل المعارضة لم تحسم بعد. لليوم الثالث على التوالي تتواصل الاشتباكات على أطراف المشفى الوطني، حيث يحاصر أكثر من 250 عسكريا نظاميا. لم تحسم المعركة بعد، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في ريف جسر الشغور بالقرب من المشفى، وأيضا في حواجز لقوات النظام أو حواجز تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها تقع في جنوب وجنوب شرق جسر الشغور، كحاجز المنشرة وحاجز علاوين الذي يقع على منطقة استراتيجية تشرف على طريق حلب اللاذقية وأريحة جسر الشغور. الاشتباكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا من الجانبين، في وقت تمكن مقاتلو جبهة النصرة للمرة الأولى من اقتحام أحد الأبنية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن المحاصرين في مشفى جسر الشغور هم ضباط كبار في الجيش السوري وعائلتهم، وهو ما نفاه بعض الإعلاميين في دمشق. المدنيون المتواجدون داخل مشفى جسر الشغور حاليا هم المدنيون الذين خرجوا مع الجيش لعدم الوقوف تحت سيطرة المجموعات المسلحة، وهم الذين التحقوا مع حماية الجيش ودخلوا إلى المشفى. حتى المدنيين الموجودين حاليا داخل مشفى جسر الشغور هم مدنيون من ذات مدينة جسر الشغور، وهم مدنيون غير مقاتلين ولا مسلحين، فقط هم في حماية الحامية المتواجدة في المشفى. تخليص المحاصرين في مشفى جسر الشغور من قبضة جبهة النصرة والفصائل المعارضة أولوية للنظام السوري، نظام خسر العديد من المناطق في الفترة الأخيرة ويسعى من خلال استعادة المحافظة الحدودية مع تركيا إثبات مدى صموده. الله أكبر. دائما في الشأن السوري، فقد قرر الائتلاف السوري المعارض عدم المشاركة في مشاورة جنيف التي دعا إليها الموفد الدولي ستيفان دي ماستورا ووصفها بعديمة الأهمية. رفض يأتي فيما تحقق المعارضة السورية المسلحة تقدما ميدانيا لافتا في الأسابيع الأخيرة، وتزامن مع الجهود التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية لجمع أطياف المعارضة في مؤتمر الشهر المقبل. زيارة تاريخية إلى كوبا هي الأولى لرئيس فرنسي منذ استقلال البلاد. يعني كوبا، الزعيم الكوبي فيدال كاسترو استقبل في منزله الرئيس فرانسوا هولاند الذي دعا إلى رفع الحظر الأمريكي عن هذا البلد، وأكد أنه يرغب من خلال زيارته فتح علاقات جديدة بين الأوروبيين وكوبا بعد تحسن العلاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي زيارة وصفت بزيارة القرن، تلك التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى كوبا، زيارة قال عنها المحللون إن ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي. لقد وصلت إلى كوبا وكل شغف بهذه الزيارة، لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى كوبا. الزيارة رمزية أيضا كون الرئيس الغربي الأول الذي يشهد انفتاح كوبا على العالم، انفتاح تسعى فرنسا من خلاله إلى تعزيز وجودها في الأسواق الكوبية وأن تكون المبادرة في فتح ذراعيها للكوبيين، حيث ذهب هولاند إلى الجزيرة وهو يحمل معه مشاريع شراكة وعقود، لكن الأهم من ذلك هو دخول فرنسا أسواق أمريكا اللاتينية قبل غيرها. كل ما يمكن لفرنسا فعله من أجل السماح باتخاذ قرارات جديدة هو تأكيد الانفتاح وإلغاء كل الإجراءات التي أعاقت نمو كوبا، مع التأكيد على احترام هوية كل بلد، وهذا ما يتعين علينا القيام به. فرنسا التي استبقت الدول الأوروبية الأخرى التي تغريها إمكانات انفتاح كوبا منذ الإعلان المفاجئ عن تحسن العلاقات بين هافانا وواشنطن في أواخر عام 2014، لم ينسى رئيسها أن يذكر الكوبيين بدعم بلاده لكوبا في ملف الحصار الأمريكي المفروض منذ عام 1962 عندما كانت تصوت لصالح قرار رفع الحصار. وربما يكون لسان حال هولاند يقول: على كوبا الآن أن ترد الدين. يبحث الاتحاد الأوروبي العديد من الخطط للحد من الهجرة السرية في البحر الأبيض المتوسط. أوروبا تدرس إمكانية شن غارات على سفن المهربين قبل الدخول إلى عرض البحر، وكذلك التثبت من هوية هذه السفن بعد إبحارها. تحطيم السفن بغارات جوية قبل أن تمخر عباب البحر واستعمالها في تهريب المهاجرين، هذه هي خطة الاتحاد الأوروبي. إرسال السفن الحربية وربما أيضا المروحيات لضرب شبكة المهربين في عقر دارها على الأراضي الليبية، وكذلك في المياه الإقليمية حيث تنشط بكثافة. لكن كيف سيجري تحديد الأهداف؟ مهمة في غاية الخطورة بحسب هذا الخبير. بطبيعة الحال يستغل المهربون تواجد المدنيين والموانئ التي بها صيادون للتحرك. على المستوى العسكري الوضع صعب جدا. أعتقد أنه يجب القيام بعمليات صغيرة دقيقة للغاية ومحددة جدا لتفادي مقتل المدنيين. عمليات دقيقة ربما ستجريها القوات الخاصة الكوموندو على الأرض
عملية خطيرة في بلد يعيش حربا يخضع فيه المهربون لحماية الميليشيات المسلحة. الطريقة الثانية هي التثبت من هوية الزوارق في قلب البحر، وهي طريقة استعملتها فرنسا للحد من القرصنة في بحر الصومال وكينيا. في هذه المشاهد كوموندو فرنسي يلقي القبض على بعض المهربين. لكن السؤال كيف سيتم التعامل مع سفن المهاجرين؟ فالمهربون أظهروا قدراتهم على اختراق جميع الأساليب إلى حد إشعال النيران في السفن، أو كذلك إطلاق النار على المنقذين لدى محاولاتهم إنقاذ المهاجرين من الغرق. في مقدونيا وجهت تهمة الإرهاب إلى 30 شخصا إثر معارك دامية بين الشرطة ومجموعة مسلحة يعتقد أن عناصرها من أصول ألبانية نهاية الأسبوع في كومانوفو شمال البلاد، في أسوأ أعمال عنف تشهدها مقدونيا منذ 14 عاما. بعد نهاية أسبوع اتسمت بحدوث معارك دامية، عاد سكان كومانوفو إلى منازلهم. الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة ومجموعة مسلحة خلفت آثارا في أحياء المدينة، منازل مدمرة وواجهات متفحمة. بيت هذه المرأة تحول إلى أنقاض في دقائق. انظروا ماذا فعلوا، لساني يعجز عن الكلام، إنه أمر صعب جدا. نحن جميعا بشر، أين سنذهب الآن؟ وفقا لمسؤولين فإن المجموعة المسلحة المكونة من 30 شخصا هم من أصول ألبانية، وبعضهم من مقدونيا وكوسوفو ومن داخل ألبانيا أيضا، غير أن سكان الحي يشككون في رواية المسؤولين. الإرهابيون الحقيقيون هم رئيس الوزراء ووزير الداخلية والزعيم الألباني علي أحمدي، هم الذين تسببوا في كل ما يحدث. نحن لم نرى إرهابيا واحدا ولا أي مشتبه به هنا. مواجهة مقدونيا والتي يمثل سلاف الأرثوذكس غالبية سكانها، فيما تشكل الأقلية المسلمة ربع عددهم، أثارت قلق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي الذين دعوا إلى ضبط النفس. هذه المواجهات لا يجب أن تستخدم كذريعة لخلق جو أكثر تعقيدا من التوترات العرقية. يجب أن نتجنب هذا للحفاظ على الوحدة. هذه الاشتباكات كانت قد أثارت مخاوف من اندلاع نزاع على غرار نزاع 2001 والذي نشب لمدة 6 أشهر بين القوات المسلحة المقدونية ومتمردين ألبان طالبوا بمزيد من الحقوق داخل المجتمع. جمعت صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي للحزب العلماني المصري، وهو حزب جديد بدأت إجراءات تأسيسه على إعجاب أكثر من 20,000 شخص. حزب يضم مجموعة من المفكرين العلمانيين والليبراليين، ما أثار الكثير من الجدل. الإعلان عن تأسيس حزب علماني مصري أثار جدلا حوله لم ينتهي بعد، لأن من أهم مبادئه إلغاء المواد التي تتعلق بالشريعة الإسلامية من الدستور. احنا طبعا بندعم الزواج المدني إلى جانب الزواج الكنسي والزواج اللي موجود دلوقتي. وعندنا مبدأ يعني هدف كمان ان احنا نحاول نضغط ان احنا نحذف خانة الديانة من الرقم القومي او بطاقات الهوية عموما. واحنا شايفين الفترة اللي فاتت الازهر كمؤسسة سلطاته زادت زيادة عن اللزوم. احنا بنحترم الازهر، بنحترم تاريخه، لكن عايزينه يظل مؤسسة دينية. صفحة الحزب على فيسبوك حازت على إعجاب أكثر من 20,000 شخص. سجل بعضهم توكيلات للحزب الذي يواجه هجوما شرسا من رجال الدين الإسلامي. سلبيات هذه الأحزاب أنها لا تجعل أمنا فكريا للبلاد، إنما ستكون داعية إلى الإلحاد وإنكار وجود الله. وأنا إذا أنكرت وجود الله سأسرق، إذا أنكرت وجود الله سأقتل، إذا أنكرت وجود الله سأزني، إذا أنكر الشاب وجود الله كل شيء مباح أمامه. كما أن الكنيسة القبطية أغضبها أن تشمل بنود الحزب الدعوة إلى الزواج المدني للأقباط. الحقيقة معروف أن الزواج عندنا سر من أسرار الكنيسة السبعة، تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكل الكنائس تعترف بأنه سر من أسرار الكنيسة، ما عدا أخواتنا البروتستانت ما عندهمش أسرار، لكن بيعترفوا به أيضا كأمر كنسي هام جدا وبيتم داخل الكنيسة. ده الزواج الكنسي. الزواج المدني احنا ما نعرفوش. تبني الحزب صراحة ولأول مرة للعلمانية أثار نقاشا حادا حتى قبل الإعلان عن ولادته. نهاية النشرة، إلى اللقاء.